يجي التمرين يوم الجمعه، بعدها على طول يقلع. فصبرنا. طب ما نبغى نطلع الفريق اوت. بالاضافه اللي صار هذا، انا سكت، قلت بعد المباراه بنتكلم. بالاضافه لهالشيء جابوا حكام احنا اصلا طالبين انهم يحكموا لنا، وبالذات اخص حكم الفار، وحكم لنا. وتشوف ان ضربه جزاء صحيحه الحمد لله ما احتسبها، واعطاه كرت اصفر لانه عارف عنده كرتين صفر، فيبغى يمنع من مباراه التعاون. هنا خلاص يعني ما بعدها شيء، يعني خلاص. يعني انت تشوف فيها تعمد؟ ما فيها كلام، ما فيها كلام، ما فيها كلام. اللي يتعمد هو نفس الحكم ولا في جهات اخرى هي توصيه؟ والله في لبي قوي في الاتحاد السعودي قاعد يشتغل ضدي، او مو ضدي، ضد نادي النصر. هذا شيء ما فيه كلام. انا ذكرت انه 3 اشخاص، رئيس اتحاد القدم قصي الفواز. 3 اشخاص اللي نقلوا المباراه. برجع لك فيها. إيه؟ قصي الفواز رئيس اتحاد القدم، عبد المجيد منصور عضو لجنه المسابقات، إيه؟ ومحمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم. هم هؤلاء الثلاثه هم اتفقوا على نقل هذه المباراه. صح. قصي الفواز عندكم دليل يثبت هذا الشيء؟ انا متاكد من هالشيء، يعني مو لما اقول لك انا متاكد، خذها مني، انا متاكد من هالشيء. يعني شوف قصي الفواز، انا اقول لك يعني في السي سي كان شغال صح، بس مو معناته انه نجح في السي سي معناته تجيبه في الاتحاد السعودي. عبد المجيد المنصور شفت اللقاء يتكلم عن الميكروويف، انك ما تدخل فيها فشار، امور زي كذا. فمعناته ان اذا يعني انت لما تجيب واحد متخصص في الميكروويف تحطه في لجنه المسابقات، هذا فشل. محمد الشيخ في له اكثر من مقطع يعني هلالي بميول غريبه، عرفت؟ يعني مشجع هلالي تحسه جاي من المدرج، وفي له تصاريح وفي له تغريدات مسيئه لنادي النصر. فخلاص قاعدين يعبثون. وانا حاب اشكر عادل البطي و محسن الجمعان، محيس الجمعان، وتويجري. نعم، دكتور صالح التويجري، لأنه كان موقفهم موقف رجولي، وما رضوا باللخبطة اللي صايرة. يعني كانت لخبطة، ونفس الشيء أخذوا موقف قوي. تخيل رئيس لجنة المسابقات ما يوقع، يعني قاعدين يمشون الموضوع زي ما يبون. اللوبي اللي تقول انت في اتحاد القدم موجود هو من ضمن هؤلاء ال3 اشخاص؟ أكيد أكيد. الان قصي الفواز قدم استقالته، بس باقينهم لسه. الاتحاد أنا أشوفه اتحاد جدا جدا سيء وفاشل يعني.